معقول لسه بتعملي الكريب ببيض ولبن؟ طب ليه التكلفة دي كلها؟ تعالي اقولك الطريقة بتاعتي. بعمله بدقيق ومية بس وبيطلع احلى من المطاعم كمان. وهنعمله بحشوة شاورما فراخ خطيرة ودايبة زي ما انت شايفة كده. ومهما قلت دلوقتي مش هعرف اوصف لكم جمال طعمه غير لما تجربوه بنفسكم. مش هتشتروا الكريب تاني ابدا من بره. اول حاجة هنتبل الفراخ. هنحتاج نص كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح طويلة بالشكل ده. لو حابين تستخدموا الاوراق اللي تحبوه استخدموه. انا عن نفسي بحب الشاورما بالصدور، بتبقى طعمها احلى بكتير من الاوراق. وحاولوا تقطعوهم كلهم قطع متساويه عشان تاخد وقت واحد في التسويه. الشاورما بتتبل بزبادي او لبن رايب. طب انا ما عنديش لبن رايب، مفيش اي مشكله، انا هستخدم حليب. معايا نص كوبايه من الحليب. وانا كده كده هضيف للتتبيله بتاعتي خل، فهحط بقى ربع كوبايه الخل على الحليب. هيبقى معايا زي اللبن الرايب بالظبط، قوامه هيبقى سميك وهيدينا نفس النتيجه. هنقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هنضيف عليه عصير ليمونة. هنحطهم برضو على الحليب والخل وهنقلبهم مع بعض. وبعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا. انا بستخدم توابل مميزة جدا بتبرز طعم الشاورما. اول حاجة معايا نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من البصل البودر، نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة من البابريكا، واكتر من ربع معلقة شوية من الكاري، ورشة حبهان بودر، وربع معلقة من القرفة. التوابل دي بتبقى جميلة جدا في الشاورما، بالذات الكاري ما تستغنوش عنه، هتجربوا طعمه مميز جدا للشاورما. وهنضيف كمان ربع كوباية من الزيت. وهنقلب بقى التتبيلة دي كويس جدا مع بعض. كده خلاص قلبناهم كويس. هنضيفهم على الفراخ. وهنقلب بقى الفراخ مع التتبيلة كويس جدا. مش عايزين ولا قطعة ما يكونش وصل لها اي حاجة من التتبيلة، لازم كلها تتغلف بالتتبيلة كويس. التتبيلة دي بقى كل ما هتسيبوها فيها هيكون طعمها احلى، يعني مش اقل من ساعتين. ولو تقدروا تعملوها من قبلها بليلة وتطلعوها تاني يوم على التسوية هتكون حلوة جدا. فكل ما تقعد في التتبيلة كل ما يكون طعمها احلى. انا هغطيها واسيبها حوالي ساعتين في التلاجة قبل ما اسويها. كده خلصنا الفراخ. ندخل بقى على خطوة الكريب. هنجيب الخلاط وهنحط فيه كوبايتين من الدقيق، ومعلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، ورشة فلفل اسود، رشة بسيطة خالص اقل من ربع معلقة. وهنحط كوبايتين ونص من المية من الحنفية عادي. لو حابين تزودوا مية على لبن مفيش اي مشكلة، انا بستخدم مية بس وبيديني نتيجة حلوة جدا. ومعلقة كبيرة من الزيت. هنضرب ده كله بقى في الخلاط. وممكن كمان تضربوه بالمضرب اليدوي عادي، مش شرط الخلاط، بس نتيجة الخلاط بتكون حلوة جدا. ده قوامه بعد ما طلع. لو ما طلعش معاكي بالقوام ده ولسه تقيل زودي ميه لحد ما يكون خفيف بالشكل ده. طبعا بيختلف من نوع الدقيق كميه الميه. والخطوه المهمه بقى ان احنا لازم نصفيه عشان يطلع معانا الخليط ناعم مفيهوش اي تكتلات. هنجيب مصفى وهنصفيه فيها. شايفين التكتلات اللي فيه؟ الخطوه دي مهمه جدا. شايفين بقى القوام بقى ناعم خالص ازاي؟ هنسيبه بقى يرتاح شويه حوالي 10 دقايق قبل ما نسويه. التسوية بقى على جريل او طاسة، طبعا مقاس كبير مش اقل من 30 سنتي عشان يطلع معانا حجم كريب كويس. دي مقاس 30، والمقاس الكريب المعروف بيكون مقاس 36، فانتوا اكبر مقاس عندكم استخدموه. وهنجيب حوالي معلقة صغيرة من الزيت هندهنها كده بمنديل. والطاسة ما تكونش سخنة جدا، تكون الحرارة كده متوسطة. وكل مرة قبل ما ناخد من عجينة الكريب نقلبها كويس الاول. وهناخد بقى الكمية وبسرعة كده نصبها في الجريل ونلفها كده بسرعة بحيث ان هي تتوزع قبل ما تلزق كلها في مكان واحد. طبعا القوام لو تقيل مجرد ما هتنزليه هيمسك كده في الطاسة مش هيتفرد معاكي بسهولة. لازم القوام يكون سايل كده. واول ما تتشمع كده والاطراف تطلع هنقلبها على الناحية التانية. ما تقلبوهاش وهي لسه نية. لو اتنفخت كده معاكم مفيش اي مشكلة، اضغطوا عليها وطلعوا الهواء ده منها. وكده خلاص استوت معايا من الناحيتين. هنطلعها. شايفين طرية جدا ازاي بتطبق معانا بكل سهولة. هنعمل نفس الخطوات تاني. هنصب كده ونفردها على طول. ما نصبش والطاسة على النار، نرفعها من على النار ونصب ونلف ايدينا بسرعة عشان العجينة تتوزع كويس. ولو في مكان ما وصلهوش عادي جدا ناخد حبة تانيين ونصبها على طول وهو لسه ني قبل ما يستوي.
ونسيبها لحد ما تتشمع برضو. ومجرد ما يتشمع هنقلبه على الناحية التانية. ولما بنطلع الكريب بنحطه في طبق وبنغطيه بفوطة كويس كلهم فوق بعضهم، وبنغطيهم بفوطة عشان يفضل طري وما ينشفش خالص. وهنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. ويلا بقى نسوي الشاورما. الطاسة بتاعتنا هنسخنها كويس جدا، ومش هنحط اي زيت، احنا حاطين في تتبيلة الفراخ زيت. هنطلعها بقى من التلاجة وهننزل بيها على الطاسة على طول وهي سخنة. مش هنقلب في الاول، هنصبها كده ونسيبها. هننزلها بالتتبيلة بتاعتها اللي هتفرق معانا في الاخر وتخلي الفراخ جوسي خالص. وهنسيبها لحد ما تستوي شوية وتشرب ميتها كده. بعد 5 دقايق تقريبا هنزل عليها ب2 قرن فلفل بارد متقطع شرايح، عايزين تحطوا حامي حطوا فلفل حامي، وطماطميه كبيره متقطعه شرايح طويله بس كده. ومش هنحط معاها بصل، انتوا لو حابين تحطوا بصل حطوا، بس الطريقه دي بتبقى حلوه قوي مع الكريب من غير بصل. هنقلبهم بقى مع بعض كويس وهنسيبهم بقى لحد ما يتبالوا شويه والفراخ تكمل سواها حوالي 5 دقايق كمان. طبعا على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، لو عاملين كميه اكبر من كده هتاخد وقت اكتر في التسويه. والتسوية أول 5 دقايق على نار عالية عشان الفراخ ما تنزلش سوائل كتير منها، وتاني 5 دقايق على نار وسط مش هادية. وكده الفراخ استوت معانا. مش قادرة اقول لكم بقى جمال ريحتها عاملة ازاي، والشكل شايفين اصلا تتبيلة عاملة ازاي عليها، والطعم لازم تجربوه بنفسكم. جوعنا بقى خلاص، يلا بينا نعمل السندوتشات. دي كل كمية الكريب اللي انا عملتها، شايفين طري جدا ازاي. اول ما بطلعه بحطه على طبق وبغطيهم كويس بالفوطة، هيفضل طري معاكي حتى لو قعد يوم كامل. هنفضل بقى مغطيينه وهناخد منه واحدة واحدة واحنا شغالين. هناخد واحدة كده وهنتنيها بالنص. طبعا كل ما كان حجم الكريب اكبر كل ما هيدينا حجم سندوتش اكبر. هنحط مايونيز وكاتشب، وهنحط كمية شاورما مناسبة في نص السندوتش كده. ما نملهوش قوي لان برضو رغيف الكريب مش كبير قوي معانا، فنحط الكمية على حجم السندوتش اللي عندنا. وهنحط زيتون وجبنة موتزاريلا. هنقفل بقى الساندوتش، هنطبق الجنبين على الناحية اللي احنا حطينا فيها الحشو بالشكل ده كده، ونقفلها كويس. وكده الساندوتش لسه مخلصش، لسه هنحطه على النار تاني بس نعمل كذا واحد معانا. هنعمل واحد كمان بنفس الطريقة. هنحط الاول مايونيز وكاتشب، وهنكرر نفس الخطوات تاني. هنحط الشاورما، وبعد كده الزيتون، وبعد كده الجبنة الموتزاريلا. وهنقفله برضو كويس. وهنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. الخطوة الجاية بقى ما عرفتش اعملها قدامكم، النور قطع وانا بصور. بنعمل الكمية كلها وبنحطهم على الجريل، وبنحط فيه معلقتين زيت كده وبنحطهم على النار، نقلبه مع الناحيتين لحد ما ياخدوا وش حلو والموتزاريلا تسيح من جوه. والخطوة دي بتخلي الكريب مقرمش من بره وجوسي خالص من جوه. شايفين الجبنة ساحت ازاي؟ طبعا الشكل بيتكلم لوحده، مش قادرة اوصف لكم جمال الطعم، لازم تجربوه بنفسكم. مفيش اسهل من كده ومكوناته مش مكلفة خالص. هستناكم تجربوه بطريقتي وتقولي لي رأيكم فيه ايه.